مرحبا، كيفكن؟ بتعرفوا تعالوا أدخل بالموضوع فورا. من امبارح لليوم كنت بس عم بفكر بشغلة واحدة وهي ماذا لو ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب جديد؟ خلص سكر سوق الانتقالات، هدول الصفقات الجديدة اللي شفناها ما في أي صفقة جديدة غيرهم. كيف ريال مدريد بده يلعب الموسم القادم؟ كيف رح يكون شكل ريال مدريد تكتيكيا؟ كيف مورينيو ممكن يحل بعض المشاكل التكتيكية اللي كانت مرافقتنا بآخر موسمين؟ وحسيت الموضوع جدا جدا معقد. فأنا اليوم طالع معكم باللوحة التكتيكية لشارككم بعض الأفكار، لحتى أحكي لكم مخاوفي، لحتى أحكي لكم توقعاتي للتشكيلة بالموسم القادم بحال لم يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب جديد. وممكن يطلعوا بعض اللاعبين كفرانكو ماستانتونو كإعارة خارج الفريق. بس بدنا نحكي أفكار واقعية، بدنا نحكي الواقع، بدنا نحكي مورينيو كيف ممكن يحل مشاكل الفريق، وهي هي تشكيلته. فتعالوا فورا نفوت بالموضوع. تعالوا ندخل بريال مدريد كتشكيلة فورا. قبل كيليان مبابي كيف كان شكل ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي وقت فازوا بدوري أبطال أوروبا بالمنظومة الهجومية تحديدا؟ كان بكل بساطة موجود فينيسيوس هون، موجود رودريجو هون، وخلفهم موجود بيلينغهام. فينيسيوس جونيور ورودريجو كانوا جدا متفاهمين، كانوا بيطلعوا خارج الصندوق بكل بساطة، بيصنعوا مساحة دائما للقادم من العمق. بيلينغهام، فكان بيلينغهام خصم صعب جدا على اي فريق في العالم. ليش؟ لانه هذا اللاعب غير متوقع، ما حدا بيعرف امتى اللحظه اللي بده يفوت فيها الى الصندوق ويسجل الاهداف، او من وين بده يفوت. ممكن يفوت من هون من هون من هون من هون. فكان لاعب صعب جدا مراقبته. بس فيما بعد قرر بيريز يعمل الخطأ أنا بالنسبة لي الكبير جدا بالتعاقد مع كيليان مبابي، وخرب شكل الفريق تكتيكيا، خرب شكل الفريق من ناحية التوازن. بس بالنهاية كيليان مبابي جاء، وكيليان مبابي من أفضل لاعبي العالم. بس أنت أمام مهمة جديدة، كارلو أنشيلوتي كان أمام مهمة جديدة. أنا كيف فيني أخلق توازن بهذا الفريق؟ كيف فيني أخلي فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، كيليان مبابي، رودريجو ينسجموا مع بعض بفريق واحد؟ وأكيد مثل ما بنعرف كارلو أنشيلوتي واجه عدة مشاكل بهاي الموضوع، وأكيد فيما بعد تشابي ألونسو واجه نفس المشاكل. ليش؟ لأنه بعض اللاعبين للأسف الشديد شخصياتهم ما سمحت أنه ممكن يأدوا الطلبات اللي عم يعملها المدرب. ليش؟ كل واحد فيهم نجم سوبر ستار. فبكل بساطة شافوا دول اللاعبين أنه معلش سامحنا، ليش بدنا نحن نعمل هاي الأدوار الدفاعية؟ ليش نحن بدنا نعمل هاي الأدوار على أو لاعب تاني بالفريق يتألق على حسابنا؟ لا، لا بدنا ندافع مع بعضنا كلنا أو ما بدنا ندافع. لا الفريق بده يخدمني إلي أو ما بدنا نخدم أي حدا. انتهى الموضوع. فتشافي الونسو كمان طلع برا، انشيلوتي طلع برا، مدربين طلعوا برا، والخيار الثالث اللي كان لبيريز جوزيه مورينيو. بيريز حاليا شايف جوزيه مورينيو هو الشخص الوحيد اللي ممكن ينقذ نادي ريال مدريد من مصيبته التكتيكية، من كارثة تكتيكية. فبيريز حله الأخير في الحياة هو مورينيو. انتهى الموضوع. ليش؟ الانتقادات عم تكبر على بيريز موسمين ورا بعضهم بشكل صفري. طلع النادي رغم كل الأسماء مشاكل كتيرة، فضايح كتيرة. نسبة التصويت يعني وصلت بالانتخابات الأخيرة أنه 35% كانوا ضد بيريز. صحيح فاز هو بنسبة 65%، بس نحن عم نحكي 35% ضد بيريز. يعني تقريبا تلت النادي أو 25% من النادي ضد بيريز. فلازم بيريز يلاقي حل. كيف بده يلاقي حل؟ بكل بساطة أكثر من 25، بعرف في ناس رح تقول لي عفوا 35% ضد بيريز. فنحن بيريز لازم يلاقي الحل اللي هو التعاقد مع مورينيو. بده من مورينيو بكل بساطة يحل له المشاكل التكتيكية بالفريق، ويحل المشاكل المتعلقة بشخصية اللاعبين. طيب معش ندخل بالموضوع الحالي حاليا بكأس العالم. مثل ما بنعرف فازت بالنهاية إسبانيا بكأس العالم، فاز التوازن وفاز النظام بالبطولة على حساب الأفراد. بس كمان مشجعين نادي ريال مدريد كانوا سعيدين جدا لأنه نجوم ريال مدريد تألقوا في المونديال. فينيسيوس جونيور أنا بالنسبة لي بعيدا عن الرأي العام ممكن كان عنده بعض اللحظات المزاجي فيها، ممكن عنده بعض اللحظات اللي كان كسلان فيها من الناحية الدفاعية من الناحية التنظيمية. بس إذا بدك تاخده على مجمل ممكن أوكي نوافق على فكرة أنه كان مونديال جيد له، أو على الأقل أفضل من موسمه بشكل عام في نادي ريال مدريد. فأنا بالنسبة لي ممكن بالمراحل الإقصائية كان نوعا ما هذا فينيسيوس اللي نحن بنعرفه، بس رغم هيك مثل ما حكيت بشكل عام كان جيد. فمشجعي ريال مدريد كانوا مبسوطين بفينيسيوس، مشجعي ريال مدريد كانوا مبسوطين ببيلينغهام. كان بيلينغهام عم بيدخل الى عمق منطقه الجزاء، عم بيسجل الاهداف. كان هاري كين عم بيطلع خارج الصندوق، عم بيعطيه مساحته لبيلينغهام. بيلينغهام كان لاعب غير متوقع، فقدم ايام جميله. فينيسيوس جونيور مثل ما حكينا كمان كان عم بيدخل احيانا الى الصندوق، كان عنده هاي الحريه على الجهه اليسرى. وكيليان مبابي اكيد قدم مونديال ممتاز. بس كيليان مبابي ليش قدم مونديال ممتاز؟ لانه بكل بساطه في منتخب فرنسا كان الجميع في خدمه كيليان مبابي
بمقدمته اوليسي اللي هو يعد واحد من افضل اللاعبين الابداعيه في العالم. الجميع في خدمه كيليان مبابي. فكيليان مبابي بكل بساطه قدم لك مقابل خدمته اللي هي تسجيل الاهداف، حسم المباريات. فرنسا وصلت الى نصف النهائي. بس هذا الحكي في المنتخبات. هدول اللاعبين مع بعضهم ما بيقدروا ينسجموا مع بعض. ليش؟ لأنه كيليان مبابي كخصائص بيختلف عن خصائص هاري كين. ما راح يطلع برا الصندوق ليعطي مساحة لبيلينغهام، وبيلينغهام عم يتألق وقت يكون لاعب يدخل إلى الصندوق بشكل مفاجئ. وبنفس الوقت فينيسيوس جونيور عم بحس انه في تداخل بينه وبين كيليان مبابي، لانه كمان كيليان مبابي بحب يكون موجود على اليسار ويدخل الى العمق ويسجل الاهداف. ففي هون هي المشكله التكتيكيه، انه هدول اللاعبين ما بيلاقوا طريقه لينسجموا مع بعضهم، ما بيلاقوا طريقه لحتى يكونوا لاعبين منظمين بكل بساطه. وبنفس الوقت ما بيقدموا الجانب الدفاعي من اللعبه. يعني بكل بساطه ريال مدريد خسر الكره هون. كيليان مبابي ما بدافع، بيقول لك عفوا انا ما بدافع، انا بسجل اهداف. فينيسيوس جونيور لاعب كسول بشكل عام، ما بدافع. بيلينغهام ممكن يدافع، ممكن يضغط على الخصم، بس بكل بساطه وقت تتجاوز بيلينغهام بضل هون، ما بيرجع لورا. يعني كمثال بس لحتى اوضح فكرتي، انا من الناس المحبه جدا لبيلينغهام، بس لازم اكون صريح معكم. الكره هون، هاي الكره تقدم الخصم بالكره، بيلينغهام ممكن يواجهه، بس بحال الخصم مرر الكره الى هون او الى هون، او قدر يقطع بيلينغهام بيضل واقف هون، وبتصير عودته بطيئه جدا الى الخلف. ليش؟ لانه هو كمان بيكون نوعا ما ناطر الكره تنقطع لحتى يرجعوا يمرروا له اياها، ويكون قريب من مناطق الخصم لحتى يقدر يسجل هدف او يصنع فرصه، ويكون قريب من اللحظه الحاسمه. وبنفس الوقت مثل ما بنعرف رودريجو سقط من التشكيله الاساسيه بسبب الاصابات، بسبب تراجع جودته. ففي مشاكل. وهل في بوادر انه هاي المشاكل حلت؟ اكيد لا. اي شخص هيقول لي محمود انه حلت المشاكل، بقول له عفوا، ارتاح، انت عم تضحك على حالك. المشاكل واضحه، وانه بحال لعبوا كاس عالم جيده انت مفكر انه هاي المشاكل بدها تنحل؟ بقول لك لا، الموضوع معقد اكثر من هيك بكتير، والموضوع لغايه اللحظه ما انحل. ريال مدريد، تعال نآمن بفكره انا وياك اللي هي كالتالي: ما تعاقد مع حدا. هذا هو شكل ريال مدريد. اتوقع وقتها رح يعتمد مورينيو على خطه 4-2-3-1. هذا هو شكل ريال مدريد. فيا الله، صار في لخبطه هون كتير، خلونا بس نمسح هيك. المهم هذا هو شكل ريال مدريد، والخطه 4-2-3-1. انتهينا لهون. كيف رح يكون شكل الفريق؟ رح يكون في موجود هون ظهير، ومورينيو حيكون محتار بين اثنين: لا بده يلعب دوموفريز او بده يلعب ارنولد. بحال قرر يختار ارنولد، نحن بنعرف تماما انه ارنولد رح يقدم له جانب ابداعي ما له موجود عند دوموفريز. ارنولد ممكن يدخل له الى الوسط، وممكن هون يصنع له اللحظات الابداعيه من لا شيء. على فكره ارنولد هو اللاعب الوحيد في نادي ريال مدريد اللي عنده حس ابداعي ما في اي لاعب ريال مدريد عنده اياه. فارنولد هو حيكون اللاعب اللي عنده حس ابداعي. بس ممكن مورينيو ما يعتمد عليه، ممكن يدخل الظهير الثاني اللي هو دومفريس. ليش؟ لانه بيعطيه هي لحظات الانفجار كسرعه، بيعطيه هي لحظات الانفجار كانطلاقات، كقوه بدنيه، كسرعات بدنيه. فمورينيو اتوقع حيكون في تناوب هون ما بين ارنولد ودومفريس حسب نوعيه الخصم. اذا الخصم بده هذا اللاعب الابداعي اللي يمرر من لا شيء ويكسر خطوط الخصم، ارنولد جاهز. واذا لعبت ضد خصم بدني نوعا ما، خصم مثل اتلتيكو مدريد على سبيل المثال، انت ممكن نوعا ما بحاجه دومفريس. طيب، هذا اللاعب حيكون كوناتي. بعرف انت مانك حاببه، بعرف انك انت كتير كرهان كوناتي، بس يا اخي كوناتي جدا مظلوم بشكل عام في نادي ليفربول. والمشكله انه العالم ما عم تركز على فكره واعيه انه والله كان كوناتي عنده كتير اخطاء في نادي ليفربول الموسم الماضي. طيب مين اللاعب اللي ما كان عنده اخطاء في نادي ليفربول؟ بس ذكروا لي لاعب قدم موسم كبير جدا في نادي ليفربول. يمكن بس اللاعب الوحيد اللي هو سوبسلاي. انتهى الموضوع. الحراسه كان موسم سيء. فان دايك نفسه كان موسمه متوسط جدا. الاظهره كانوا نسيانين كره القدم، ما كاليستر نسيانا، جرافنبرغ نسيانا، محمد صلاح قاعد على الدكه، جاكبو سيء جدا. فانا بالنسبه لي يعني ليش ما بتحط انه كوناتي كمان كان جزء من فريق كان للاسف الشديد ما عم بيقدر يكتشف نفسه تحت السلوت؟ يا اخي بدنا نشوف الموسم الماضي. انا بالنسبه لي كوناتي هو واحد من التحديات. اللاعب الثاني اللي هون راح يكون موجود هو هاوسن. ليش هاوسن موجود؟ اسمع لك الشغله. بعرف انك انت ما كتير واثق في هاوسن، بس هاوسن هو من افضل اللاعبين اللي كانوا موجودين بالدوري الانجليزي بمساله الصعود بالكره كقلب دفاع. فهذا الشيء رح يهمه كتير لمورينيو. وبنفس الوقت هاوسن كلاعب كره قدم تألق جدا تحت قيادة مورينيو. بعرف الفترة كانت قصيرة، بس مورينيو قال عليه انه هو واحد من اهم المواهب الدفاعية في العالم وقت كان موجود مدرب لنادي روما.
وبنفس الوقت هاوسن قال صحيح كانت فترتنا قصيرة بس تعلمت من مورينيو الكثير لحتى أصبحت مدافع كما نراها اليوم. وهذا الحكي وقت كان موجود هاوسن في نادي بورموس. فأنا ما زلت عن رأيي أنه هاوسن كمان للأسف الشديد كان جزء مظلوم من المنظومة السيئة لنادي ريال مدريد الموسم الماضي. هون رح يكون موجود كوكوريا، يعني واحد من نجوم المونديال، أتوقع صفقة ناجحة جدا لنادي ريال مدريد من كافة النواحي. هون التعقيد الأكبر. تعرفوا أنه أنا هون عايش مرحلة مالي فهمان ريال مدريد كيف بده يلعب بالوسط، يعني خطة 4-2-3-1. ما الفكرة انه ريال مدريد عم يحكي كان على فكرة انه يتعاقدوا مع انه يمددوا عقد تشواميني. طيب انت مددت عقد تشواميني، ليش مددت عقد تشواميني؟ تشواميني بكل بساطة لحتى اشرح لك دوره، هو اللاعب الذي يعود ما بين قلبي الدفاع، لانه هو عنده هامش انه يكون قلب دفاع ممتاز بحال امتلاك الخصم للكرة، ويدافع بهي الكتلة المنخفضة نوعا ما امام الخصم، ويكون يعني لاعب مزعج نوعا ما. وبنفس الوقت ممكن يغطي تقدم كوكوريا، وقت كوكوريا يقدم ممكن نوعا ما شوي يميل تشواميني الى هي الجهه لحتى يقطع الكرات. وبنفس الوقت اللاعب جيد جدا من ناحيه الصراعات الهوائيه، من ناحيه الصراعات البدنيه. فتشواميني نوعا ما رح يفيد مورينيو من عده نواحي. عنده بعض المشاكل، عنده مشكله متعلقه بموضوع انه هذا اللاعب للاسف شديد ما عم يقدم الزخم الهجومي، اوكي، ما بيعرف شيء يعني شو يعني توازن، ما بيعرف كيف يتحكم برتم المباراه، اوكي. بس نحن بدنا نحكي، برجع بكرر الفكره وهي انه انا ما عم بقول انه انا موافق فكره مورينيو بتمديد عقد تشواميني، بس انا عم بحاول افهم مورينيو. طيب تشواميني هون، طب انت بدك تشواميني وحكينا ليش بدك تشواميني. مو غريبه فكره انه ريال مدريد مرتبط في رودري. طيب رودري هو كلاعب كره قدم مختلف جدا عن تشواميني. رودري هو صحيح ممكن يلعب كارتكاز وبيميل الى الحاله الدفاعيه، بس رودري هو اللاعب اللي بمرر لك 1 2 3 10 مليون بكل بساطه، بيضل بيمرر الكره. لاعب بيحب الاستحواذ، وطريقه دفاعه بشكل عام كلاعب كره قدم كلما ازداد الاستحواذ الخصم ما كان عنده فرصه ليهاجمك. المشكله الاكبر انا بالنسبه لي فلسفه جوزيه مورينيو كالتالي، هي فلسفه معتمد عليها مورينيو، هي واحده من 10 قواعد لمورينيو. كلما امتلكت الكره لوقت اطول اصبحت فرص خساره الكره، هامش خساره الكره اكبر. فمورينيو متقبل لفكره لاعب مثل رودري اللي بيحب فكره الاستحواذ، ومورينيو بيشوف موضوع انه الاستحواذ بيزيد اخطائك، بيزيد هامش اخطائك، ممكن تعمل تمريره خاطئه او تسديده خاطئه او قرار خاطئ. فانا بالنسبه لي هذا الموضوع جدا معقدني، بس انا متاكد تماما بحال اجى رودري رح ينجح مع مورينيو، متاكد تماما هذا الشيء. اللاعب الثاني اللي هون اللي كمان انا محيرني، طيب جاء برناردو سيلفا على سبيل المثال، مثل ما حكينا برناردو سيلفا ممكن يكون موجود هون صحيح. طيب برناردو سيلفا شو ميزته كلاعب كرة قدم؟ انه هذا الرجل كمان بيستحوذ على الكرة، بيمرر يا لا يخسر كرة، واكيد نوعا ما حركة زيادة عن اللزوم، يعني بتحرك هون بيجي بداله هون، بيجي هذا لهون، بيجي هذا لهون، بيجي هذا لهون، هذا بيروح لهون. فبرناردو سيلفا اللاعب الذي لا يتوقف ابدا عن التحرك. طيب ريال مدريد كلاعبين صار عندهم الفهم التكتيكي انه كيف بدهم يتحركوا مع بعض. انا ما عم بالغ ولا عم بمزح، وبعرف يمكن الموضوع مستفز للبعض، بس نحن شفنا اخر موسمين فريق فقير جدا تكتيكيا، فريق ما في عنده افكار تكتيكيه. فهل هذا الفريق رح يكون متعود نوعا ما على افكار برناردو سيلفا؟ وبنفس الوقت انت بحال تعاقدت مع رودري، عندك لاعب هون استحواذ وعندك هون لاعب استحواذ، ما راح يكون في عندك مشكله انك انت نوعا ما معتمد على اللاعبين بيعتمدوا فكره الاستحواذ. طيب مين الخيار الاقرب المنطقي اكثر؟ انا بالنسبه لي برناردو سيلفا بحال كان موجود تشواميني، بحال لم يكن موجود تشواميني موجود رودري، لازم ريال مدريد يفكر هون بحل. وعلى فكره ممكن نشوف مفاجاه اللي هي كامافينجا. مع بالغ كامافينجا اصبح قريب جدا بالفتره الاخيره من مورينيو، ومورينيو معجب جدا بالعمل اللي عم يقدمه كامافينجا. بيلينغهام، قلت لكم شو مشكلته بيلينغهام، يعني هذا اللاعب بس يخسر الكرة هون، وصارت الكرة هون ما برجع، خلص ما برجع. فانت عم تحكي على وسط تقريبا مكشوف. فبيلينغهام لازم يكسر القاعدة، لازم يكسر القاعدة، لازم نوعا ما يشيل من الفكرة من باله، وهي انه انت دائما مسؤول عن تسجيل اهداف، يشيل هاي الفكرة من راسه. على اليمين اتوقع حيكون موجود فالفيردي، مورينيو بحال كان موجود هون دوم فرايس او حتى ارنولد. دول اللاعبين بحبوا كثير يقدموا الى مناطق مرتفعة في الملعب ويعملوا عرضياتهم، او حتى ممكن يدخلوا الى العمق ويسجلوا او يصنعوا الهدف. طيب هون فالفيردي شو حيكون؟ هو الرجل المسؤول عن نصف المساحات بهي المنطقة، لحتى بس يخسر الفريق الكرة هون
يكون ويضغط الخصم، يكون فالفيردي موجود هون. فالفيردي أكيد رح يتم التضحية بموضوع إنه هذا اللاعب ممكن يسجل لك هدف أو يصنع لك هدف، بس رح يكون عنده شغل تكتيكي كبير جدًا لحل المشكلة اللي هي تقدم الظهيرين، والظهيرين بوقتها بالحالة الهجومية هن اللاعبين رح يكونوا عبارة عن لاعبين الهجوميين، هن الأجنحة. فبوقتها أكيد يعني رح يتراجع تشواميني ليكون قلب دفاع ثالث، ونشوف هون اللي هو كوناتي نوعًا ما يميل إلى الطرف الأيمن، وأكيد يعني بنفس الوقت يعني ممكن يعني بحال تقدم كوكوريا، وأنا أتوقع هي حالات نادرة، كمان نشوف ميلان نوعًا ما لهاوسن إلى الجهة اليسرى. فينيسيو جونيور. فينيسيو جونيور يمكن هو واحد من أفضل اللاعبين بالعالم، انتهى البيان. فينيسيو جونيور عنده قدرات مخيفة، انتهى البيان. بس فينيسيو جونيور مشكلة كل جمهور ريال مدريد معه إنه هذا الرجل ما بيعرف يدافع، هذا الرجل ما عم بيعطيك توازن. دي ماريا كمثال، قديش اليوم جمهور ريال مدريد بتذكر دي ماريا، بيحكي على دي ماريا، بس دي ماريا اذا بدك انت تاخده كمثال لك، دي ماريا صحيح كان يصنع اهداف، صحيح كان يسجل اهداف، بس دي ماريا كان يدافع، كان من اكثر الاجنحه في العالم اللي تدافع مع بدون كره. فبكل بساطه مورينيو حيقعد مع فينيسيوس يقول له انه انت بشو مفكر حالك افضل من دي ماريا؟ دي ماريا ترك ذكريات جميله في ريال مدريد او في المنتخب الارجنتيني او في نادي باريس سان جيرمان، انت شو مفكر حالك اعلى من دي ماريا؟ رح يقعد ويقول له هذا السؤال نوعا ما اللي يخلي ممكن فينيسيوس يحس على حاله. وكيليان مبابي كمان لاعب بمهارات كبيره جدا، بس مشكلته هذا اللاعب انه غير ملتزم، هذا اللاعب ما بيعرف يدافع، هذا اللاعب بنفس الوقت ما بيساهم باي شيء له علاقه بالمنظومه الدفاعيه، وهذا اللاعب احيانا بيدخل الى اليسار بقرار شخصي منه، وبصير في تداخل بينه وبين فينيسيو جونيور، وهي المنطقه بتكون شبه انتهت. وحتى وقت بلينغهام يقرر يدخل الى العمق بيلاقي فورا رجع مبابي لانه شاف انه الكره صارت قريبه من المنطقه، برجع هون الى العمق خلاص. فالموضوع جدا معقد في نادي ريال مدريد، هذا الفريق ما عم بيدافع، هذول اللاعبين ما عم بيدافعوا، ومورينيو ما راح يعجبه هذا الشيء. مورينيو ممكن يقول لك انه حبيبي تفضل لعبي بعض الحريه الهجوميه اللي بدك اياها انت، بس بالحاله الدفاعيه لا يوجد اي شخص عنده حريه بالحاله الدفاعيه، الجميع لازم يدافع، الجميع لازم يغطي مع الفريق، الجميع. ومورينيو رح يدخل بجدال مع احد اللاعبين من هدول الخط الامامي بحال ما دافعوا مع المنظومه الدفاعيه لنادي ريال مدريد بكل بساطه. فالموضوع معقد مثل ما حكيت. هل ريال مدريد بحاجه لاعبين جدد؟ يعني انا شخصيا لا اتوقع ذلك، يعني حاسس التشكيله شبه مكتمله، جاء رودري بيكون شيء ممتاز، انت رفعت جوده لعب الارتكاز اللي عندك، بس بوقتها مثل ما حكيت لازم تفكر بموضوع برناردو سيلفا مره ثانيه. بس في نفس الوقت يعني اتوقع مورينيو يعني ممكن يضحي ببرناردو سيلفا اللي عمره 32 33 سنه من اجل لاعب فاز بجائزه الافضل في العالم، الافضل في كاس العالم بكل بساطه. نشوف كيف حتكون الادوار. بس برجع بكرر، مورينيو ما عنده دانه ممشطه، واي لاعب من هدول اللاعبين ما راح يدافع مع الفريق راح يلاقي حاله في المباراه الثانيه قاعد هون على دكه البدلاء، ما في حدا شايله من ارضه، ومورينيو حيفتح عليه الحرب الاعلاميه اللي هي كالتالي انه هذا اللاعب عنده تاريخ سيء من عدم الالتزام. فانا فعلا طلعت عليه وطلع فعلا اللاعب غير ملتزم، فممكن نشوف انهيار نفسي لفينيسيوس، انهيار نفسي لمبابي، انهيار نفسي لبلينغهام، عفوا هون انهيار نفسي لاي لاعب من اللاعبين. فنشوف كيف حيكون شكل الفريق الموسم القادم. وهيك وصلنا لنهاية الحلقة. يعني موضوع معقد لا جدال بذلك، موضوع بيخوف لا جدال بذلك، موضوع بنفس الوقت ممكن يفائلك نوعا ما انه هدول اللاعبين عندهم جودة عالية، عندهم من افضل اللاعبين في العالم، كمان لا جدال بذلك. فالموضوع هو عبارة عن حرب الموسم القادم. يعني بيريز بيعرف تماما بالانتخابات الأخيرة، بيريز صحيح فاز ب 65% من الأصوات، بس لازم يتذكر انه 35% كانوا واثقين في المرشح الثاني اللي هو ريكيلمي والمشروع الرياضي لريكيلمي. فمعناه انت في فئة كبيرة داخل ريال مدريد ممكن توصل الى اكثر من الثلث ضد بيريز بكل بساطة. فبيريز بيعرف تماما الموسم القادم هو موسم الفرصة الأخيرة. هاي المشاكل اللي شفناها تكتيكيا مع الفريق، مورينيو هو الحل الأخير. أتوقع بيريز وصل يعني طريق مسدود، مورينيو هو الحل الأخير ليحل المشاكل. المهم بتمنى تعملوا اعجاب لمحمود خضر على الفيسبوك، تيك توك، انستغرام. بتمنى تشتركوا بالقناة، تكتبوا لي رايكم بالتعليقات. ما بدي اطول عليكم. مع السلامة.